والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين. والسلام عليكم أعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اش اخباركم وكديرين مع هاد الجو ديال الصيف؟ الحمد لله على كل حال. اللي جات كضرنا، جا البرد كيضرنا، جا الصيف كيضرنا. الحمد لله. فاليوم بغيت نتشارك معكم واحد الساندويتش، ساندويتش ديال الطون تونة سالاد. كيجي خفيف ولذيذ بصراحة وسهل التحضير، كيتحضر في ثواني. ممكن ناكلوه في الغداء او في العشاء. كيجي خفيف خصوصا في هذا الصيف هذا، الواحد كيقلب على شي حاجه خفيفه ياكلها. ما كان نقلبوا دائما على المأكولات السريعه والخفيفه اللي تكال في الصيف. فان شاء الله ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب، وفضلا ليس امرا تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وتابعوا الفيديو ان شاء الله حتى الاخير باش تشوفوا كيفيه تحضير هاد التونه سالاد. راه كتجي لذيذه صراحه، جربوها ما غتندموش وغتعجبكم. ما كتطلبش منا الكثير وكتجي سهله في التحضير. نخليكم مع طريقه التحضير. هنا لهاد التونه سالاد غادي نحتاج واحد جوج حكاك ديال الطون. جيبوا اي نوع نتوما كتحبوا. انا جبت ديال الزيت، كيعجبني ديال الزيت، صفيت منه الزيت ودرتو في هاد الزلافه. غنحتاج شويه ديال بزار ابيض، شويه ديال الملح، مطيشه او جوج مقطعين على هاد الشكل هذا، خص مقطع بهاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. وغادي نحتاج مايونيز. هذا مايونيز انا حضرته في البيت، ما شريتوش، راني كنت حضرته معكم في فيديو سابق، راه نحط لكم الرابط ديالو اللي ما شافوش او اللي بغى يتذكر كيفاش درت ليه، راه ساهل. وغادي نحتاج هنايا الكرافس سالاري، هاد النوع هذا. هنا عندهم هاد النوع من السالاري، انا بصراحه عمرني ما شفتو في المغرب. كنا كنشوفوا الكرافس هكذاك ورق بحال القزبر والمعدنوس اللي كنجيبوه. هنا لقيت عندهم هذا النوع هذا، ولكن مذاقه زوين صراحه، كيتقطع هكذا صغير وكيتزاد في السلطه. غادي نحتاجوا لا شابلور، الخبز كارم مهرس. وغادي نحتاجوا هاد الجبن اللي كيدار في الساندويتشات الابيض، نتوما ديروا اللي بغيتو. وبطبيعه الحال الساندويتش ديالنا هاد الباكيت اللي كنت حضرت معكم في فيديو سابق، راه نحط لكم الرابط ديالو، راه كيجي رائع صراحه. غادي ناخذ هاد السالاري، هاد الكرافس هذا اللي قطعت رقيق، غادي نضيفو على التونه ديالي، على الطون. غنضيف واحد شويه ديال البزار ابيض، واحد شويه للنكهه، ما غاديش نكثرو بزاف. ونضيف شويه ديال الملح، غير شويه للنكهه المذاق. من بعد غادي تخلطوا وتذوقوا وتشوفوا. غادي نضيف هاد لا شابلور، هاد الخبز كارم مهرس، درت 2 معالق كبار. وغادي نضيف المايونيز ديالي، راه كيجي رائع، غير ديروه في البيت، جربوه في البيت احسن من اللي كيتشرى، راه كيجي رائع بصراحه. صافي وكنخلط مزيان هاد العناصر ديالي حتى كتنسجم فيما بعضياتها. هذاك التونه كنحاول نهرسها بالمعلقه وندخلها فيما بعضياتها مع السالري مع الكرافس ومع المايونيز باش كيجي المذاق ديالو زوين. هاد السالري هذا جربوه، هاد الكرافس هذا راه كيجي مع كيتواتى مع التونه بصراحه بزاف كيجي مذاق ديالو رائع في هاد التونه سالاد. انا زدت شويه ديال المايونيز هنا، نتوما تزيدوا الصوص على حساب ما بغيتو. انا زدت شويه ديال المايونيز وكنخلط باش ما يبقاش ناشف، ولا بغيتو تزيدوا مازال زيدوا، كيبقى الاختيار ليكم. وكنخلط العناصر ديالي مزيان بهاد المعلقه هذه حتى كتنسجم كلها فما بعضياتها كيف ما كتشوفوا. كنحاول هذيك التونه ديالي كنهرسها بالمعلقه، ها هي
راه ساهل مهل، ما كيطلبش منا وقت كبير ولا مجهود ولا متطلبات كثيره، ساهله بزاف بسيطه. صافي كنذوق وكنشوف الا خاصني الملح نزيد، الا خاصني المايونيز نزيد، الا كان هو هذاك صافي. كناخذ الباكيت ديالي، ها هو هذا الخبيز راني كنت حضرته معكم فيديو سابق، غنحط لكم الرابط ديالو. راه كيجي رطب وساهل، حتى هو كيتحضر في الدار ورائع. ها هو كيف ما كتشوفوا كنفتحوه هكذا بالسكين، غنصوبوا ساندويتش. الكل كيعرف يدير ساندويتش، حتى واحد ما خاطيه. اللي بغى يحيد له هاد البابه البضعه يحيدها، اللي بغى يخليها. انا كنقص منها شويه باش يجي شويه خفيف وتبقى لي مساحه فين نحط المحتويات ديالي. غناخذ واحد شويه ديال المايونيز هكذا، معلقه صغيره غادي نديرها هي الاولى في الساندويتش ديالي، باش ما يجيش الساندويتش ديالي ناشف ملي نكون ناكل فيه يجيني ناشف. اللي بغى يدير الحرور يدير، انا بصراحه ما عنديش مع الحار، ما كنديروش. اللي بغى يدير واحد شويه ديال الهريسه يديرها. غندير الخس ديالي اللي مقطع هكذا طريفات صغار، كنفرشوه هو الاول شويه هكذا في الساندويتش ديالي. وغندير الطماطم اللي مقطعاها هكذا شرائح، اللي بغيتو على حساب ما بغيتو هكذا. وغندير التونه ديالي من الفوق، هادشي هذا كامل راه كيجي رائع، غير جربوه ما تعكزوش عليه، راه كيجي رائع صراحه وخفيف. ما كتحسوا براسكم كليتو شي حاجه اللي خفيفه ما كتقلش عليكم. صافي كنحط الكميه اللي بغيت. انا حطيت هنا كميه لا باس بها صراحه، انا كتعجبني هاد السلطه هذه في الصيف هكذا في الساندويتش، كتجي رائعه ولذيذه. صافي كنسرحها هكذا في الخبيز ديالي. وغادي ندير الجبن. هاد الجبن هذا ديال خاص ديال الساندويتشات، راه ماشي اجباري، اللي ما بغاش يدير الجبن ما يديروش. اللي بغى هاد النوع هذا يدير، هاد النوع راه خاص تاع الساندويتشات هاد الابيض. اللي بغى يدير شي نوع اخر ليه الاختيار، ماشي اجباري هاد النوع هذا. صافي فقط انا ما كثرتش بزاف، كيجي داك المذاق ديالو هكذاك من الفوق مع الساندويتش، كيجي زوين صراحه، كيعطيه واحد النكهه رائعه. صافي وها الساندويتش ديالنا جاهز بسرعه في لمحه عين. صافي كنقطعو كيف ما كتشوفوا على جوج باش يجيني ساهل في الماكله. انا بصراحه هاد الوقيته هادي كان قريب الغدا وكان فيا الجوع، ما نكذبش عليكم ما نخبيش عليكم. انا كنصوب فيه وكنقطع فيه هكذا وبطلع ليا فوقاش ناكلو. بصراحه جوعني كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه وتقولوا لي في التعاليق كيف جاكم. راه كيجي ساهل، انا راه بديت كناكل فيه صراحه. ما قدرتش نحبس راسي وكليت في تم وبديت كناكل فيه صراحه، كملته كامل. فان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وكيف ما ديما ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وان شاء الله نحاول نجيب لكم شهية اخرى اللي تكون خفيفه وسريعه كتحضر بسرعه في هذا الصيف هذا. فما بقى ليا الا نودعكم. الفيديو ديالنا وصل للنهايه ديالو، راني قلت لكم راه كليتو مع قلت غناخذ دغيمه ساعه لقيت راسي كناكل فيه كله. سمحوا لي الا شهيتكم، فالا تشهيتوه نوضوا حضروه راه ساهل. فما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد. مع السلامه.